السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكلكم سعداء ومبسوطين وفي أحسن حال، اللهم آمين يا رب العالمين. النهارده بقى جايه لكم بقى في فيديو كده، ايه، بعيد عن الروتينات وبعيد عن المطبخ. قلت بقى ايه انوع لكم كده في الفيديوهات، فقلت اشارك معايا. نزلت كده ايه قلت خربتها وقعدت على تلها زي ما بيقولوا. فقلت بقى ايه اصور شويه المشتريات اللي انا جبت له، اسعار نار نار نار. بس انا طبعا كنت مكتئبه جدا، وانتوا عارفين في الاكتئاب اعمل شوبينج على طول، وقلت ادلع نفسي كده. فلازم برضو من وقت للدنيا كده لازم الواحد ايه يدلع نفسه. فانا قلت بقى النهارده اشارك معاكم اليوم بتاعي وتشوفوا شويه الحاجات، هم حاجات صغننين بس كملي الفيديو يمكن تستفادي بحاجه ويمكن يعجبك حاجه فتجيبيها. احنا مش هنعيش حياتنا كلها تنظيفات ومطبخ وتسييق قلت ادلع نفسي كده يا بت، خلاص ما حدش واخد منها حاجه. انا لما بحس ان انا خلاص الدنيا اسودت في وشي قلت ايه بنزل اروح جايبه حاجات لنفسي وبدلع نفسي كده، وبجدد الطاقه الايجابيه. زي ما قلت لك كده دلعي نفسك وجددي الطاقه بتاعتك باقل حاجه وباقل الامكانيات، وشوفي ايه اللي ناقصك وهاتيه. بصوا انا نزلت كده، قلت بقى ايه، انا كنت نازله يعني النيه لله والله العظيم ما بكذب عليكم، ان انا كنت نازله اجيب شامبو واجيب حمام كريم لشعري. فدخلت عند بتاع مستحضرات التجميل كده. كنت انا فاكره ان طبعا عشان احنا في الشتاء وايدينا والمواعين وكتر المواعين بتقشف وبتخشن وكده، فانت لازم تحافظي على بشرتك ولازم تحافظي على شياكتك واناقتك. فلازم ترطبي بشرتك بعد كل مره انت بتعملي المواعين، وبعد كل مره بتاخدي الشاور بتاعك لازم جسمك يترطب كويس جدا، لازم ايدك تترطب كويس جدا، لازم لازم لازم. فانا قلت بقى ايه، كان ناقص عندي اللي هو السيرم اللي هو معطر الجسم كده ومرطب للجسم. كان ناقص عندي طبعا، وما ان احنا في شتاء فلازم دايما الجسم كده عشان ما يخشنش معاكي، تبقى بشرتك ناعمه وميت فل واربع تقشر وزي بشره الاطفال بالظبط. وانا بالنسبه للترطيب لازم كمان الريحه كده لازم تطلعي من الحمام ريحتك تشف وترف كده وتبقي ايه ماشيه تقولي يا ارض تهدي ما عليكي قدي. فانا نزلت كده جبت السيرم بتاع الشعر ده. بصوا بقى المخمريه دي بتاعت مايه سينما حلوه جدا جدا جدا، مجرباها كذا مره. واما نزلت جبت منها تاني، انا بحط منها مخمريه للشعر وللجسم. بتطلعي من الحمام يا دوبك بعد ما بتاخدي الشاور بتاعك بتنشفي كده بترطبي، وانت بتنشفي جسمك او بتنشفي شعرك. بلاش ان انت تكحتي شعرك كده بالفوطه او تنشفي في جسمك بالفوطه فتروحي عامله جسمك كده ايه بالفوطه جامد جدا. انت بعد ما بتاخدي الشاور بتاعك وتطلعي وبتنشفي كده بالترطيب بتاعك بترطبي كده جسمك بالفوطه. ويا ريت الفوطه تكون قطنيه يعني، ما تقعديش تكحتي كده في جسمك عشان ما يحصلش فيه ترهلات ويخشن وكده. ف وبعدين بترطبيه اي بقى مرطب، اي مخمريه، اي كريم ترطيب عندك، المهم ان انت ترطبي. كريم الموت ده بالفانيليا ريحته تحفه تحفه، سويت كده ريحته فانيليا. ده كده مجرد ما يدهن كده على الجسم بيخلي الريحه حلوه قوي. فانا اللي جبته الاولاني اللي انا وريته لكم اللي هو المايت سينما ده دوت انا بحطه على شعري بيعطر ريحه الشعر. يعني انت كمان اما تطلعي من الحمام تاخدي الشعر يا تنشفي شعرك بالاستشوار، يا اما بتحطي يعني تسيبيه، حاولي تسيبيه، ما تحاوليش ان انت تحطيه كده وتنامي بيه وتلفيه كعكع. بشوف ناس بتلف الكعكه وتنام بيعمل ريحه بينتن والله العظيم، بيعمل ريحه زي كمكمه كده. فانت بعد ما يا اما تنشفيه بالاستشوار يا اما تفردي شعرك وادهني بقى شعرك كده. خدي نقطتين كده من هو زي زيتي كده اويل كده في نفسه، ادهني بيه على شعرك بيخلي ريحه الشعر تحفه 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 تحفه. وهنا بقى حمزه كان شبط في البرفيوم ده وعايز معجون سنان، فقلت عشان ما زعلوش وكده فرحت جايبه له البرفيوم بتاعه دوت وجبت له معجون السنان بطعم التوت. قلت له بقى هو وكنز يعني انتوا بقى وقفتوا هتستغلوني ان ده عايز وده عايز وده عايز. بدر قال لي انا ما بحبوش، بدر بيستخدم اللي هو بتاعي، بيستخدم اللي هو بتاع السيجنال تول عادي بتاع الكبار. فانا قلت دوت اجيبه لحمزه واجيبه الكنز بطعم التوت. اما بقى ده السيليا ده، بصوا ده مجموعه زيوت كده. اساسا انا شعري الفتره دي متدمر لان انا ضربته كذا لون، عماله اضرب في الوان بس ما بعملش حاجه غير ان انا بضربه في الوان مع التشقير، لان انا كنت عاملاه اسود لو تفتكروا. وبعدين انا ما بيليقش عليا غير الاحمرات فرحت مشقره ورحت مرجعاه احمر تاني. فكتر بودرة التشقير غلط جدا جدا جدا. حطي صبغة كل 3 شهور لكن تفتحي شعرك لا. فانا شعري الصراحة كان متدمر حرفيا بمعنى الكلمة.
فرحت جايبه بقى الشامبو اللي انا هوريه لكم ده 10 زيوت كده وزيرو الصوديوم، هتلاقي زيرو، هو غالي جدا. طبعا انا اللي عايز اسعار يكتب لي بقى في الكومنتات ارد عليكم في الاسعار. لكن الشامبو دوت طبعا انا مش عايزه اقول الاسعار عشان بيقولوا لكش الناس مش هتاكل وانت رايحه تجيبي بارفان ورايحه تجيبي شامبو، مش هقول اسعار، انا هوريكم الحاجه بس وبوريكم المنتجات ان هي الحاجات الحلوه اللي انا استعملتها. فدوت كان شعري متدمر خالص، فده بدأ يعالج كده شعري ب10 زيوت وحلو جدا جدا جدا. فرحت جايباه وجايبه الحمام الكريم بتاعه. اما بقى بالنسبه للبرطمان اللي انا بفتحه دوت، مفروض يعني ان هو زبده كاكاو، بس حديثه شويه يعني. انا اللي هو الزبده الكاكاو اللي احنا بنجيبوها اللي هي بجوز الهند والفراوله، بس دي حديثه شويه وبتدي لمعه كده للشفايف وترطيب، وتحسي ان هي بشرتك الحاجات دي والله العظيم البشره مع الشفايف تحسي فعلا ان هي شفايف اطفال وبشره اطفال، وبترطب ترطيب. هو بصي مكتوب عليها فيزلين، فطبعا ما فيش غنى عنه. الفيزلين ده حلو قوي قوي قوي، بس طبعا الفيزلين بتاعنا اللي هو العادي بيبقى ريحته شبه الجاز، فانا جبت دوت عشان احطه كده رطب بيه شفايفي. حلو قوي، رطبي بيه شفايفك، كعب رجلك، كوعك، عينك. اهم حاجه الترطيب في الشتاء، لازم ترطيب عشان الواحد ما يقشفش والله العظيم. هنا بقى كنت بصوا انا ما كنتش هجيب الشرابات دي، بس لقيت واحده غلبانه كده، ست غلبانه كده، مش ست يعني، هي بنوته كده في سننا وماشيه يا عيني بتعيط وحاطه كيسه شنطه كده في ظهرها وبتبيع الشرابات دي، فصعبت عليا جدا. فقلت انفع على الناس اللي زي دي، بجد بحس ان هي شقيانه وتعبانه وبتدور على رزقها بالحلال، وبالذات في ظل الظروف اللي احنا فيها وفي ظل الغلا اللي احنا فيه، فصعب بيصعبوا عليا جدا. فعلى قد ما تقدروا يا جماعه اشتروا منها. لما تلاقوا مثلا حد بيبيع حاجات في الشارع حاولوا تشتروا منه، ما تفصلوش بقى وتطلعوا عينه. انا زي ما قالت والله العظيم اشتريت منها مع اني انا مش محتاجه شرابات، بس هي شرابات كمان رجالي، فقلت مش مشكله ان انا اكبر بخاطرها واشتري منها وافرحها، بحيث يا عالم هي طبعا شقيانه اللي زيها اكيد انتوا عارفين بيمشوا في الغلط وبيمشوا في الحرام. وواحده غيرها بصي يعني نازله كده تصرف على اولادها، لو هي مش عارفه والله هي متجوزه ولا لا، بس سنها صغير ما يعديش ال 23 سنه. فانا لما بلاقي حد بيبيع اكل مثلا كيكات، احنا عندنا مثلا حد بيبيع كيكات مثلا بكبر بخاطره، حد بيبيع اكل بيتي كوسه متقوره فلفل، لازم نكبره بخاطر الناس دي والله العظيم. يعني ربنا يجازيك الثواب في الدنيا والاخره، فاكبروا بخاطر الناس دي. فانا قلت بقى ايه اكبر بخاطرهم مع اني مش محتاجاهم والله، بس قلت اكبر بخاطرها عشان يعلم هي ظروفها ايه. وهنا بقى انا كنت بعمل على طول بعمل الهارد جل، فانا اساسا انا مسافره مش عارفه هصور لكم ولا لا في السفر، انا خلاص سايبه اسكندريه ومسافره، فمش عارفه الايام الجايه فيها ايه. فان شاء الله ان شاء الله لو اتشجعت وحاولت ان انا امسك كاميرا او فضيت ان انا امسك الكاميرا، اكيد ان انا هطلع واوريكم انا فين، وحذروا فزروا انا رايحه فين. هو انا هنا في مصر يعني انا مش هسافر خارج، لا تفكروا ان انا مسافره بره يعني، لا لا لا، انا طالعه كده هوليدي اجازه نص السنه. فقلت ايه يعني احط بقى بدل ما اعمل الهارد جل ويمنع الصلاه وبيقعد 3 شهور وكده، عشان خلاص احنا كمان في الاشهر الحرام، ربنا يثبتنا جميعا على الصلاه. فقلت بقى ان انا اركب الضوافر دي، بقيت اجيب الضوافر اللي هي بتتحط وتتشال دي، عندي مناسبه عندي خروجه عندي حاجه بروح حطاها وملزقاها وشايلاها، بتتخلع عادي بميه سخنه. هو الامير ده بصوا لازق الصاروخ ده، انا بلزقها بالصاروخ ده. بس انا عشان عندي بقى دوت بصوا يعني دوت انا مش عارفه بيتباع فين، بس بيتلزق بيه الرخامات والخشب والذهب، بيتلزق بيه كل حاجه. فده كان عندي، قلت لما يخلص ابقى الزق بالصاروخ، بس انا طول عمري شغاله بالصاروخ. والضوافر دي طبعا الضوافر دي انا لسه شارياها عشان الوان كده، كنت جايباها للصيف مبهجه، بس قلت برضو ايه يعني هتمشي معايا لو لبست جنسات، عندي مثلا لبست الكوت بتاعي اللي هو الفوشيا، لبست زيتي، لبست ابيض، عارفين انتوا هتمشي معايا على كل حاجه. فقلت ايه ان انا احطها كده والوانها حلوه يعني، وبتبقى حلوه قوي ايه في ايديا. فاول حاجه كده ما باجي احط الضوافر بتاعتي بروح جايه برده اللي هو الضوافري من جوه كده عشان تخشن ويلزق فيها الامير وبيلزق فيها الضوافر، وبتبقى سهله معايا جدا، وبيلزق معايا الامير وبتلزق معايا الضوافر وبتطلع شكلها حلو قوي. اول حاجه كده بجهز الضوافر بتاعتي وبروح جايبه الامير بتاعي، بنقط نقطتين، مش عارفه بقى بصوا انتوا شايفين ولا لا، بروح منقطه كده ايه نقطتين صغيرين
واروح ملزقه على الضفر. بس اهم حاجه ان انا ابرد بحيث ان هي تبقى حاجه خشنه. طبعا هي مش يعني كده كده اساسا انا ضوافري على طول بتتكسر من المواعين وشكلها بيبقى وحش، فانا ايه قلت بقى ايه اغير كده من شكلها واغير من شكل ايدي. اهم حاجه ان انت تحبي نفسك كده وتحاولي تغيري كده من نفسك وتجددي في نفسك، هتلاقي ان الدنيا بصي حلوه قوي، وهتلاقي انت نفسك هتحبي الحياه. وزي ما قلت لكم الصبغه، انا مش عارفه ما قلتلكوش يعني على الصبغه، انا بحب الاحمر، بعشق الاحمرات. فقلت بقى ايه اضربه، بما اني انا مفتحاه قلت بقى اضربه. انا كنت عاملاه احمر كستنائي، فقلت بقى ايه هعمله النبيتي اغمقه شويه يعني عشان الاحمر اوفر قوي، فقلت ايه اغمقه شويه. فجبت بقى اللي هي البالت، انا بستعمل البالت، بحط البالت. ممكن اما ابقى اجي اعملها، انا كنت عاملاها في فيديو قبل كده معاكم، بس ممكن اما اجي اعملها ابقى اوريها لكم انا بعملها ازاي. انا بفضي العلبتين وبسيب ما يجي معاها كده علبه فيها بلسم، وبحطها من 10 دقايق لربع ساعه وبتلقط وبتثبت معايا. بس الاحمرات ميزتها الالوان الاحمرات والزيتوني والازرقات، الحاجات دي عيبها الوحيد، مش ميزه بقى، ده عيب الوحيد، ان هي بتنزل بسرعه جدا، يعني اكتريتها كده اقصى حد كده 3 شهور. تعالوا بقى اقول لكم بالنسبه للاحمر اللي في ايدي، انتوا شايفين ايديا فيها احمر كده. طبعا انا رحت عند الراجل بتاع مستحضرات التجميل، فانا لازم بقى اجرب برفان واجرب مورد. كنت عايزه اجيب مورد الخدود واجيب البلاشر ده، فلقيت عنده، كنت انا عايزه انا بجيب المورد اللي هو المايت سينما، فما لقيتش عنده مايت سينما. قال لي عندي حاجه اعلى من المايت سينما. قلت له طب وريني، فقلت اجرب كده ايه اشوف يعني اللي مش عارفه اسمها ايه، يعني بشوف المنتج بتاعه يعني، واشوف التقيل ولا خفيف ولا ايه. فزي ما انتوا شفتوا يا دوبك حطيت نقطه عملت كده في ايدي وما رضتش تطلع خالص. قلت بقى ما بال بقى انا لو جبته حطيته على خدودي هبقى عامله شبه ظريفه. عارفين ظريفه في المسلسل دوت اما كانت طالعه اللي هي عيشه الكيلاني دي، مش عارفه اسم الفيلم ايه. فقلت لا لا كده هيبقى اوفر قوي، فلا لا 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 مش عايزاه. مجرد ما حطيت نقطه عمل في ايدي كده. لو اقول لكم اساسا ان غسلت المواعين وخدت شاور وغسلت مواعين تاني ولسه زي ما ايدي زي ما هي كده، مش هتصدقوني والله العظيم. فلقيت لا الكفر بتاعه تقيل جدا، ولا لا مش هينفع معايا. فقلت له لا لا خلاص مش عايزاه، ماله البلاشر العادي اللي هو الباودر ده، لكن اللي هو اللوز ده الليكويد ده لا 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 مش حلو خالص. فسبته بقى، قلت لا مش عايزاه. فدوت بصوا ما مرضاش يطلع. هو ده كان برضو من مايت سينما، يعني اللي حابب بقى وبيحب كده يمشي بربرق كده في الشارع ويمشي ينور كده، يجيب اللي هو المايت سينما ده. وبعد ما خلصت كده ضوافري، بصوا تحسي ان اللي في النص ده معوج، بس ايه طبعا انا عشان اشيله دلوقتي صعب جدا ان انا اشيله، لازم ميه سخنه بقى، لازم احط ايدي في ميه سخنه، لازم اغسل لي مواعين. طبعا دوت ممكن يقعد معايا لو انت على قد يعني انت لو بتحافظي عليه هيقعد معاكي من 3 4 ايام. فانت الناس اللي بتصلي يعني ده بيتحط كده ايه في وقت معين في الشهر بتاعك، ان انت لو انت بتحبي تركبي ضوافر او تحبي تحطي مانيكير يعني. فمش دايما. لو انت مثلا بتصلي مثلا عايزه تركبيه مثلا بين الصلاه وتشيليه صعب جدا، بيبقى فيه دبل فيس كده بيجي معاه، لو انت حابه بقى ان انت تشيليه بعد كل صلاه يعني. بس الامير ده صعب جدا في شيله، انا بقول لكم عشان تبقوا عارفين. وده بقى اللي انا بحط ده اصعب واصعب واصعب، ومش عارفه الصراحه ده بيتباع فين، لان دوت اقول لكم انا دوت عارفين اللي بيتلزق بيه الالمونيا والرخام والحاجات دي، هو ده. فانا كنت اخداه من حد بتاع رخام، واخداه من حد بتاع الموتيل، واخداه من كده يعني، فصعب جدا ان هو يتشيل. فانا لما بلزق كده بيه الضوافر واوفر معاكي، يعني تجيبي مثلا العلبه ديت ب 25 جنيه، هتغيري شكل ايدك وترطبي. اهم حاجه الترطيب عشان ايدك تبقى شكلها حلو، وبغض النظر عن الحروق اللي في ايديا اللي ملعلعه الفيديو دي. بس طبعا ايه ده دليل ان انا ست شاطره، صح ولا ايه؟ دليل ان انا ست شاطره كده وبطبخ كمان في بيتي. يعني زي ما انت تبقي نضيفه في نفسك تبقي شاطره في نفسك. بس خلي بالك، بصي بقى لما بيحصل الحرق، انا عن نفسي بقول لكم كده، بس انتوا في اللي هو الميبو ده بتحطيه بعد ما بتتحرقي على طول، بيضيع اي اثار حروق. وفي كريم اثار حروق طبعا انا ببدا ان انا احطه دلوقتي، هبقى اوريه لكم بس في فيديو تاني عشان انا نسيت اوريه لكم. بيتحط كده على الجروح بيشيل اي اثار. يعني انتوا مع الوقت ان شاء الله لو انا استمريت معاكم على القناه اكيد هتشوفوها، مش هتلاقي الحلقه اللي في ايدي دي. بس اهم حاجه ان انت تجددي كده وتغيري من نفسك وتحبي نفسك وتقعدي تدلعي نفسك، مش طول الوقت غسيل وترويق ومطبخ واكل لا لا لا، حاولي تخرجي نفسك كده من المود. خلاص ولادنا خلاص خلصوا امتحان، انا بسجل لكم الفيديو دوت، خلاص ولاد اخر يوم امتحانات، فربنا معاهم وربنا يوفقهم جميعا ويجعل تعبنا احنا في فايده.
فحاولي بقى تخرجي نفسك من اللي انت فيه، وتخرجي نفسك من ضغوط الامتحانات، وحاولي بقى تحبي الحياه كده، وتدي لنفسك تفاؤل كده وانرجي، وان شاء الله ربنا يوفقنا جميعا في حياتنا. خليكم كده انتوا قاعدين تتفرجوا عليا، ولا حطيتي لي لايك ولا كتبتي لي كومنت حلو، وانا ما قلتلكيش اكتبي لي كومنت حلو ولا حطي لي لايك، وبس انا هقول لك بقى ما تنسنيش بقى باللايك وتحطي لي الكومنت الحلو. وقومي كده، عايزاكي تقومي كده تشوفي بقى ايه، مش هقول لك قومي شوفي وراكي، قومي بقى دعبسي كده في دولابك، حاولي تجددي، دعبسي كده في سراحتك، شوفي بقى عندك ايه، لاياتي كده، حاولي تحبي نفسك، تغيري من نفسك، تعملي تسريحه، بلاش التسريحه اللي هي الكعكه والقمطه اللي انتوا بتعملوها دي، لا قومي بلاش بقى، مش خالتي عدلات وفتكات قاعدين معانا في البيت. قومي خلاص، خلصتي يومك، خلصتي اكلك، خلصتي مطبخك، طول اليوم انت في المطبخ، خلصتي كل الكلام دوت، اتبقي بقى حابه لنفسك، خدي استراحه كده، خدي بريك ساعه ساعتين، فوقي نفسك، اعملي اي حاجه كده في نفسك، هتلاقي نفسك بقيتي 100 فل و14. عايزه اقول لكم كمان السكراب للبشره وللجسم، انا كل يوم بعمل السكراب بتاع القهوه بليمونه، معلقه عسل بنص ليمونه، بصي وفركي كده معلقه قهوه ومعلقه زيت زيتون، ونخلطهم مع بعض ونحطهم كده، نفرك بيهم شفايفنا، نفرك بيهم جسمنا، تعملي حمام مغربي، تستمري طبعا الحمام المغربي على الاقل مره كل شهر، بيخلي البشره كالاطفال حرفيا، هتخليكي فله شمعه منوره كده، ماشيه في البيت بتبرقي كده، ماشيه في البيت بتنوري. وما تنسيش طبعا ركبك، عينك، رقبتك، المناطق الحساسه. بصي عايزاكي كده تقومي وتبهري جوزك، وخلي جوزك ينبهر بيكي انبهار كده، عايزاكي تبرقي تبرقي. يلا قومي بقى شوفي وراكي ايه، وقومي بقى ايه دعبسي كده وغيري مني، وقومي شوفي هتعملي ايه بقى كده، وعايزاكم تقولوا لي في الكومنتات وقولوا لي احنا عملنا ايه. بعد ما بخلصهم كده بحب ان انا ابردهم عشان اسويهم، عايزه تربعيهم ربعيهم، عايزه تدوريهم دوريهم، بس انا بحب ان انا اخد الاطراف بتاعتهم بس عشان ما تخربش معايا، وبتبقى شكلهم بصوا تحفه تحفه تحفه، ما بياخدوش معايا اي حاجه، وده شكلهم النهائي، شكلهم ظريف لطيف، احسن كمان من هارد جل، ممكن تشيليهم بميه سخنه لو انت عايزه تشيليهم. ويا رب الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبك، لو عجبك الفيديو ما تنسنيش باللايك والشير والسبسكرايب، وان شاء الله الفيديو الجاي اللي هو تكمله المطبخ اللي انا وعدتكم بيه، فان شاء الله هينزل لكم الفيديو، يعني انا ايه هحاول ان انا انوع لكم كده في الفيديوهات، فقلت هنزل لكم الفيديو ده الاول، وان شاء الله الفيديو الجاي تكمله المطبخ، لان اللي احنا بدأناه مصممين مع بعض ان احنا نكمله، فاحنا تعودنا مع بعض اللي احنا بنبدأه لازم نكمله، فان شاء الله تكمله الفيديو الجاي بالسلامه، ولو اراد الله وان انا صورت ان شاء الله اكيد هصور لكم، وهتوحشوني جدا 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 جدا، ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، واستنوني بقى في فيديوهات تانية كتير هتوحشوني. الى اللقاء.